بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده معانا الكانيلوني. اول حاجه نجيب بصله حلوه كده كبيره وندبلها على النار بعد ما نقطعها، ونقلب فيها ونحط عليها اللحمه بعد ما تدبل. نبتدي نقلب في اللحمه ونحط التوابل بتاعتنا. هنحط ملح وفلفل وكمون، حباش، شويه سبع بهارات هتحطيهم، مش موجودين مفيش اي مشكله. نحط قرفه، نحط جنزبيل، اللحمه بتحب القرفه والجنزبيل. وهنقعد نقلب فيهم لحد ما يستووا. هنغطيهم عشان يستووا، يبتدوا اللحمه تنزل عصارتها وتشربها. بعد ما خلاص يكونوا خلاص دخلوا على سوا خالص، عشان الفلفل ما يعني بصوا بيدبل قوي وما بيبانش في الاكل، فاحنا بنحطه قبل النهايه بحاجات بسيطه عشان نحس بطعمه في الاكل. نغطي الحله، نقلبها ونغطيها لحد ما تستوي. ونبتدي بقى في مكان تاني، عندنا بولة كده حلوة، معانا بيضتين ومعانا كوباية لبن، كوباية مية، كوبايتين دقيق. طب هل اللبن والمية ثابتين؟ لا، براحتك، ممكن دقيق ياخد اكتر، ممكن دقيق ياخد اقل. هنرب البيضتين بس، اهم حاجة كويس في الاول، ونحط عليهم، ننزل باللبن. انا حطيت كوباية لبن الاول وحطيت كوباية دقيق، بنزل بالدقيق تدريجي شوية بشوية علشان خاطر ما يكلكعش معايا، ويا ريت يكون بالمضرب، يعني احسن من المعلقه بكتير. انا كنت حطيت بقى شويه ملح وشويه فلفل اسود عشان طبعا زفرت البيض. هنزل باللبن واقعد اضرب بالمضرب جامد جامد جامد، المضرب اليدوي، وانزل بالدقيق شويه بشويه عشان ما يكلكعش معايا. حسيت الخليط بتاعي تقل شويه، بزود بقى، ابتدي ازود في الميه، وازود شويه بشويه، وارجع احط دقيق، وارجع يعني بصوا مش بحط الدقيق كله مره واحده، ولا الميه واللبن كلها مره واحده. اهم حاجه هما البيضتين، كوبايه الميه، كوبايه اللبن، حطي كوبايه وبشويه دقيق، وادي قلبي، وبعدين زودي ميه وزودي دقيق، ونقعد نقلب فيهم. طبعا هنا العجينه بتوصل معانا زي يعني اخف من القطايف، حاجات بسيطه، او زي عجينه القطايف بتاعت رمضان. هنجيب طاسه وهندهنها زيت. سخنت اهيت، كنت بختبرها بالنقطتين دول، لقيتهم عملوا على طول. ابتديت احط الخليط بتاعي فيها واقلبه كده بالراحه زي دواير عشان يستوي. طبعا انا كنت نسيت احط الماده الرافعه بتاعتنا. عندك بيكنج باودر حطي، كيك شيف مفيش مشكله، مفيش عندنا بيكربونات الصوديوم نحط منها، ما عندناش ده ولا ده ولا ده، مفيش اي مشكله، ما تحطيش. هي بس تدي هشاشه في الكانولوني بتاعنا شويه، لو مش موجوده مفيش اي مشكله، مش هنحط. انا كنت نسيت وحطيت بعد اول واحده وما فرقتش معانا في الاكل. وابتدي تحمر شويه بس تستوي، ما بسويهاش جامد قوي، يعني هي تستوي بس ما تتحمرش. اشيلها بين كل واحده وواحده، بدهن دهنه زيت خفيفه كده في الطاسه بتاعتنا علشان ما تلزقش فيها. هنا بنقلبها برضو اهو، بس هي بتستوي بسرعه، في ثواني بتلاقوها استوت. راح قلبها على الناحيه التانية. هنا بقى روح الشيف حضرت معايا، وحبيت ان اقلبها، والحمد لله ما كسفتنيش واتقلبت معايا وعدلناها. الحمد لله يا رب. هنا بسم الله ما شاء الله، الكميه الكوبايتين دي اللي قلت لكم عليهم عملوا حوالي 13 او 14 واحده كانولوني ما شاء الله. هنعمل بقى هنا شويه الصلصه زيت، ونحط عليهم الطماطم وشويه ملح وكمون، ملح وفلفل بس كده وخلاص. عايزاها حراقه سبايسي بتحطي شطه، مش عايزه خلاص ما بنحطش يا بنات ولا توم ولا بصل، لان هي مش كشري ولا مسقعه ولا طبيخ، احنا بنعملها صلصه وطماطم. جيب الكانولوني بتاعنا والصلصه بتاعتنا اتسبكت ما شاء الله، بقت جميله. هنبتدي بقى ان احنا نحشي الكانولوني، وبعد ما حشيناه نحط اللحمه جواه وبنرولو كده، وما بنلزقوش باي حاجه، نخلي الطرف بس من تحت. حطيناه في الصينيه البايركس بتاعتنا، دهنا وشه بالصلصه، حطينا عليه الجبنه الرومي. عندك جبنه موتزاريلا حطي، ما عندكيش كفايه الرومي، ما عندكيش ولا موتزاريلا ولا رومي ما تحطيش، هو طعمه جميل وما شاء الله الله اكبر. طلع معانا احلى كانولوني، وتسلم ايديكوا كلكوا وتسلم عينيكوا. ولو لسه انتوا بتتفرجوا معانا على الفيديو، يا ريت نحط لايك كده، اكيد الفيديو عجبكم ولا ايه يا بنات؟ بصوا بقى، هنا احنا هندوق، ناخد حته وندوقها، تلاقي طعمها جميل جدا. ايوه، حته الجبنه الهربانه دي ما ينفعش نسيبها. الف هنا على عيون.